اهلا بحضراتكم حلقه جديده وفنجان قهوه. زي ما عودنا حضراتكم القيم الجميله المحترمه في مجتمعنا هم اللي بيكونوا دايما ضيوفنا على فنجان قهوه. النهارده انا معايا قيمه محترمه من هذه القيم هنعرفها مباشره بعد الفاصل. المنشد احمد عبد الرحيم من مواليد محافظه القليوبيه، حصل على بكالوريوس تجاره واتجه للانشاد الديني وعمل كقارئ ومبتهل ديني. حصل على تكريم من وزير الشباب والرياضه، ثم حصل على تكريم من محافظ القليوبية. تعلم الإنشاد الديني على يد الشيخ محمد كساب والملحن الكبير علي الحسيني، وعمل العديد من التترات الدينية للبرامج الدينية على القنوات الفضائية مثل برنامج إني أخاف الله وبرنامج الدار الآخرة، بالإضافة إلى اشتراكه في الأسبوع الثقافي تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أهلا بيك يا أحمد. اهلا بحضرتك. ما شاء الله سي في بداية جميل قوي. ربنا يحفظك وان شاء الله مزيد، يعني الواحد يطمع يكون اكتر من كده. بس دايما عشان نعرف الناس بصوتك الجميل لازم نسمع حاجه احنا عارفينها. الحاجه اللي احنا عارفينها نقدر نحكم عليها انت ماسك المقام صح وقلتها حلو ولا وحش. هتسمعنا ايه احنا عارفينه؟ نقول قمر، نبدا طبعا دي الناس كلها بتحبها، اشهرهم على الاطلاق. تمام. اتفضل يا احمد. واجمل منك لم ترى قط عينا، وأكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل والله جميل وجميل سيدنا النبي وجميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تسلم عليه الصلاه والسلام. الله يبارك لك. ربنا يحفظك يا رب. باقتدار الحقيقه. ربنا يحفظك يا رب. طبعا أحمد البرد لازم اعرف بقى بدايتك يا احمد، مين اكتشفك وكانت سنه كام وامتى؟ والله انا من يعني وانا صغير في طفل يعني كنت بسمع اذاعه القران الكريم، وكنت بسمع يعني ابتهالات فيها، وكنت بسمع حاجات كنت عايز اعرف ايه يعني ايه ده، ايه الصوت الجميل اللي انا بسمعه كده كطفل. حتى كان في الاذاعه المدرسيه وانا صغير كنا بنسمع فيها برضو تواشيح وابتهالات. ده في القليوبيه في قليوب؟ في قليوب انا من قليوب تمام. فطبعا يعني جدتي وجدي الله يرحمه كنت انا بسمع الاذاعه في طبعا كنا قاعدين في بيت عيله، فكنت بسمعها عندهم يعني اكتر. فبدات ان انا يعني عايز اعرف ايه الموضوع ده، خصوصا ان انا يعني من العيله كلها معظمهم مشايخ في الاوقاف، فحبيت ان انا والله يعني كلهم معظمهم مشايخ في الاوقاف. ما شاء الله. فحبيت ان انا اتجه للمجال ده، خصوصا في الاذاعه المدرسيه كنت ببدا اقول فيها ابتهالات وانشاد، فبدات معايا ان انا ابدا في الموضوع ده. والمسجد طبعا البيت بقى طبعا كله طبعا اوقاف بقى كله فكله معظم العيله كلهم مشايخ كده وبتاع. طبعا كنت انا لسه كنت طفل عادي في مدرسه عاديه، ما دخلتش انا ازهري. انا ليا اخ كان برضو ازهري،
فكنت انا عايز ان انا اتميز، يعني اتميز وسطهم بحاجه. وربنا كرمك الحقيقه اخر كرم. اللهم لك ربنا الحمد. يبارك لك. اللهم. وبعدين بدات اتجه للمسجد. مم. والدي طبعا كان بيوديني الكتاب طبعا. مم. الاذان كان اهم حاجه في حياتي ابدا بيها. مم. وبدات الحمد لله بيها، بدات ان انا اتجه بقى خلاص. طبعا في المساجد في امسيات كنت احضرها اسمعها وانا طفل وانا صغير. انا عايز ابقى يعني شيخ. اشوف طبعا مم. اللي يبتهل او يقرا قران، فعندي دافع ان انا عايز اكون حاجه زيهم. مم. فطبعا والدتي ووالدي طبعا ما قصرش معايا، فطبعا كان بياخدني معاه في الاحتفالات الدينيه. كنا في اي احتفال كنا نروح فيه. حتى غير لو ما فيش احتفال، طبعا لو في التلفزيون طبعا كنت اقعد استناه واسمعه. مم. ما شاء الله. وبعدين لغايه ده اللي اتخرجت من كليه التجاره وبقيت المحاسب الشيخ. دلوقتي الشيخ لدرجه المنشد المحاسب. لدرجه معظم الناس مش عارفين ان انا محاسب. اه يعني كله بيتكلم معايا الشيخ المنشد، وفي الاخر انا مش ازهري مش اوقاف. اه فيتفاجئوا من الموضوع اللي انا محاسب. مم. طب انت كمان انا يعني الموضوع واخده مش هوايه، دخلت في ان انا اتطور فيه، مم. وان انا ابدا يعني ربنا يكرمني ان انا احاول اعمل اسم وسط مشايخ. انت عارف ان لقب الشيخ بيطلق مجازا على كل تمام. من ينشد او يقرا القران او تمام. غيره. حتى اقول لهم انا مش شيخ، انا محاسب، انا بني ادم عادي، انا مش. فطبعا ما كان حتى في الاحتفالات يطلبوا مني الزي الازهري والرسمي. كنت اقول لهم انا اتمنى ان انا البسه وكده، بس انا مش شيخ يعني. كان الناس تتصدم يعني من الموضوع اللي هو طب انت ازاي محاسب واتجهت او خدت اهتمام كبير في المجال ده. خصوصا ان طبعا حضرتك عارف الحسابات والمدير المالي وكده. أيوه. فبياخد معظم الوقت اصلا من العمل. هي هوايه بالنسبه لك. اتدربت على ايد مين؟ كنت الاول على الشيخ محمد كساب. مم. هو ده شجعني طبعا، كان بيخليني يعني قاعده اسمع واقول. كان بيديني الفرصه. وطبعا الواحد الكبير استاذ علي الحسيني ده اللي كان بيعلمني، وحتى عملت معاه تتر اني اخاف الله. فبدات يعني شجعوني. هتسمعنا ايه بقى من شغلك انت؟ في حاجه يعني لسه عاملها، في حاجه اسمها يا اهل الله واحبابه. دي كلمات الشاعر الكبير محمد علي راشد. يا أهل الله وأحبابه، وليل ونهار على بابه، بنور الحب مال القلب، وراضين باللي يرضاه. تنادوا عليك تقولوا يا رب، بدمع العين على عتابه. يا أهل الله يا أهل الله يا أهل الله وأحبابه. محبتكم تقولها العين وتغنيكم عن العالمين. ومهما اتبدلت أحوال على باب الكريم واقفين. لا طلب جا ولا أموال، كفاية تكونوا في رحابه. لا طلب جا ولا أموال، كفاية تكونوا في رحابه. يا أهل الله يا أهل الله يا أهل الله وأحبابه. في ساعة الفجر نور الله يصحي القلب نور في علاه. وفوقه الطيابة تشوف معاني القرب له في سماه. وناس تانية قاتلها الخوف ومش عارفين طريق بابه. وناس تانية قاتلها الخوف ومش عارفين طريق بابه. يا أهل الله يا أهل الله يا أهل الله وأحبابه. ما شاء الله تبارك الله. ما تقوليش ان دي الحانك. دي يعني جزء من ألحاني وجزء من أخويا يعني الملحن محمد شوقير.
انتوا الاثنين مع بعض؟ اتنين مع بعض. ركبوا الجمل اه بنركب مع بعض. هو ملحن يعني كبير، بس انا بحب اللي انا يعني انا بقول المنشد او المبتهل لازم يحس بالكلام اللي هو يقوله، لان دي رساله. قول لي بيجي لك الالهام الانشاد ازاي؟ والله يعني معظم الاوقات كده فببقى قاعد يعني عارف الانسان بيبقى مخنوق او بيبقى انا بالنسبه لي انا بيبقى في اي مخنوق اي حاجه بطلع الخنقه او بفك نفسي بالانشاد. اللي انا اقعد اقول مع نفسي بلاقي نفسي او ارتاح. الابتهال. ما هو الابتهال طبعا اه بقعد ارتاح فيه لما اسمعه. وبتنقي الكلمات منين؟ يعني انت اصدقائك بيعرضوا عليك كلمات ولا؟ كان الاول يعني انا ببحث عن الكلام، بس دلوقتي ربنا كرمني الحمد لله. يعني اخويا الشاعر الكبير محمد علي راشد ده استاذنا، ده ربنا يعني كرمني بيه اللي هو يعني يكتب وانا اخد اشعاره. وطبعا اخويا برضو ايهاب نجاح جنديه، ده اخويا برضو بيديني كلمات الايام دي. ايوه بس كلمني على موضوع انك انت اللي بتلحن ده. ما هو انا من الفتره الاول كنت بسمع، فحب يعني انا طبعا في الاول طفل يعني عايز اقول ما فيش حد هيديني الحان، طبعا ده شغل. فكنت اخد كلام مثلا من صديقي او اي حاجه وابدا اللي انا احاول ان انا اقولها بطريقتي. سمعت مثلا الشيخ كذا، سمعت لحن، فبحاول ان انا اركب الكلام باحساسي عليه. يعني زمان على سنك كنا ممكن تسمع نصر الدين طوبار، النقشبندي، الشيخ طه الفاشني، مثلا الشيخ محمد عمران. تمام. دول اترسخوا في وجدانك، وبالتالي انت لو بتطلع لحن بتطلع من المقامات اللي كانوا بيقولوا اللي هو طبعا اللي انا كنت بقولها. فده حاجه كانت بالنسبه لي يعني ببدا بيها في الاول. ما شاء يعني الله ما شاء الله. ايه عندك تاني ممكن تقوله من الحانك انت؟ ممكن اقول حاجه في اسمها يا من اليه، دي برضو دعاء حلو. ده برضو كلمات الشاعر الكبير علي محمد علي راشد. يا من اليه مدى الزمان دعائي، يا من إليه مدى الزمان دعائي، وإليه أرفع حاجتي ورجائي، يا عالما بالحال أنت ملاذنا، يا عالما بالحال أنت ملاذنا، ولغير وجهك ما رفعت ندائي، إني قصدتك يا كريم وما لنا إلاك، فاكشف كربتي وبلائي، فاكشف كربتي وبلائي، واشمل عبادك يا لطيف برحمة تسع الورى وتفيض في الأجواء، واجعل هداك ينير كل حياتنا، واجعل هداك ينير كل حياتنا، والفضل منك يعم في الأنحاء. كلمني على خطوات التسجيل. انت لما بعد ما بتاخد الكلمات وتلحن بتسجلها فين؟ على الموبايل ولا في استوديو ولا ايه بالظبط؟ كانت الاول طبعا بنسجلها على الموبايل، بعمل كده فيديو كده او على طبعا على الفيس، اعمل بث مباشر وابدا اعرضها.
دلوقتي لا، قلت يعني الحاجه بتبقى لازم بقى المبتهل او المنشد عمل الناس تسمعه، مم. يبقى فيه كل المميزات ويبقى الجوده بتاعته كويسه. مم. ببدا اروح استوديو بسجل فيه. وبعدين بتاخد التراك باخد الصوت. اه. بظبطه، وطبعا مهندس الصوت طبعا معايا بيظبط ده مم. كله. يكون مهندس صوت معاك يكون احسن طبعا. طبعا. كلمني عن السوشيال ميديا معاك. خطوة جيدة جدا، مم. يعني وسيلة انتشار سريعة. اتعرفت بيها يعني الحمد لله يعني بدرجة كبيرة. لأن طبعا حضرتك عارف يعني العالم كله دلوقتي بقى يعني قرية صغيرة كده، انت مم. ممكن حضرتك تعمل الفيديو كده على طول يوصل للمتابعين. مم. طبعا يعني بيزداد بقى المتابعين، كل اللي بيسمعني يعني بيبدأ يتابعني. يعني مثلا الموضوع بيبقى الانتشار بيبدأ واحدة واحدة. مم. وبعدين ايه اللي بتكسبه من كده؟ يعني المطرب مثلا بيعمل اغنيه، بينشرها، بياخد مشاهدات عليها وبياخد فلوس في المقابل، او جهه الانتاج بتاخد فلوس في المقابل. انت كمنشد اعتقد وضعك مختلف لا، شويه. مختلف خالص يعني. خالص انت مجرد يعني لنشر الابتهال او الانشاد فقط. يعني انا بنتكلم عن بالنسبه لي، انا بقول ده رساله. مم. فبفرح قوي ان ربنا اداني رساله انا وصلتها. مم. بفرح كده لما استاذ محمد واستاذ احمد يسمعني. آه. فكده انا بالنسبه لي ده يعني بقول صدقه جاريه، بتمنى من ربنا تبقى بالنسبه لي صدقه جاريه مش اكتر. ربنا يجعلها في ميزان يا حسناتك رب. يا احمد. وعاوز اسمع منك حاجه تاني بقى، تقول لي ربنا ايه؟ يكرمك. ممكن نقول حاجه تاني برضو. الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. أبشر حبيب الله يا بشراك. أبشر حبيب الله يا بشراك. رب الوجود لقربه ناداك. ولرحلة الإسراء والمعراج قم. جبريل جاء بدعوة للقاك. والمسجد الأقصى تزين فرحة. والمسجد الأقصى تزين فرحة. والأنبياء ترقبوك هناك. وأتى البراق من الجنان مزينا لترى عظيما لا يراه سواك. هذا محمد. هذا محمد. هذا محمد يا سماء فرحبي. والله بالأنوار منه كساك. الله صلى يبارك الله عليه لك. وسلم. الله يبارك لك. اللهم الله صل على يجزاك يا سيدنا رب. محمد. الحقيقه يمكن انا عندي اسئله كتير عاوز اسالها لك. انت هاوي وعاشق لده، متمكن الحقيقه جدا في ادائك. فكرت تصور اغاني، يعني تصور كليبات للابتهال والانشاد، مش اغاني طبعا. والله انا فكرت، بس يعني الموضوع بيبقى مكلف، خصوصا يعني حضرتك المجال ما بتربحش بيه، يعني ما بيجيش منه يعني عائد مادي كبير. فاللي انت حضرتك تعمل فيديو كده ويبقى كويس كده وتعمل فيديو كليب، الموضوع مكلف خصوصا في الوقت اللي احنا فيه. فطبعا بتبقى فيه بقى يعني التزامات. ده بالعكس يا احمد، دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا. كل الناس بيعملوا فيديوهات لنفسهم والمونتاج بقى برامج خاصه على والله الموبايل. يعني لو في حد يقدر يساعدني انا تحت امره، يكون يعني ساعدني طبعا في الموضوع. انت شفت مثلا لما تشوف اغاني او ابتهال ديني، انت شفت ابتهالات كتيره واغاني دينيه
وانشاد ديني كتير متصور كليبات. انت شايف الكليب بيساهم في الانتشار ولا تراك الصوت هو الاهم؟ هما الاتنين مع بعض. وبرضو الفيديو كليب يعني يعني القصة أو الرسالة يعني بيشيرها للناس، بيقدر يحكيها، يعني بتبقى زي قصة كده. أما طبعا بيقول مثلا قمر بيقدر يشرح فيها، المسكفاح يقدر يشرح فيها، غير اللي انت حضرتك بتسمعها. حتى ما بتسمع المبتهل بطريقته وأدائته يقدر يأثر فيك أكتر ما بتسمع. انشاد او ابتهال لما بدا في الافق نور مثلا، او يا خير خلق الله، اتصور ان ما اتصورتش، ومع ذلك هي يعني مكسره الدنيا لغايه دلوقتي. وبرضه لو حضرتك تبص برضه على مولاي برضه ومولاي طبعا مكسرة الدنيا برضه بليغ يعني. حمدي اه والنقشبندي. طبعا يعني هي الاتنين كويسين طبعا، بس يعني مم. لما بيكتملوا مع بعض بيبقى افضل. مم. تمام. انا برضو يعني عاوز اشوف انت شايف المستقبل بالنسبه لك ازاي، انت نفسك توصل لايه؟ والله يعني نفسي اعمل فيديو كليبات للابتهال والانشاد الديني. مم. ونفسي ان انا ربنا يكرمني، انا خلاص يعني فاضل لي خطوة في الاذاعة ان شاء الله الشهر الجاي، فربنا يكرمني واكون مبتهل اذاعي. عارف اغنيه المسكفاح؟ المسك فاح عارفها؟ اه عارفها طبعا. تقدر تقولها؟ نقدر نقولها بيه. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكي لمين وأجدي وحالي الله الله، وأقول لمين النبي غالي. أشكي لمين وأجدي وحالي، وأقول لمين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام لرسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. كلمني استقبلوك ازاي مستمعين؟ والله طبعا جديد، شاب بقى طبعا الناس بتبص للشاب دلوقتي عايزين يسمعوا بقى منه. طب هو ازاي بيبقى فيه نظرة انت شيخ او انت مبتهل، طب انت في سن صغير، طب عايزين نسمعك عايزين. فطبعا الموضوع كان بيبقى فيه رهبة او فيه اختبار كبير بالنسبة ليا طبعا، لان طبعا كل المبتهلين والمشايخ بيبقوا كبار وليهم اسم وعملوا اسم، فطبعا بيبقوا عارفين قبلها الشيخ فلان جاي، فالناس بتبقى متحضرة عارفة. طبعا بيبقى مثلا مكتوب احمد عبد الرحيم احمد عطوة، طب في ناس كتير طبعا مين احمد عبد الرحيم مين. فالموضوع كان بيبقى عليه في لود كبير كده في ظهري. واقرانك بيستقبلوك ازاي؟ المشايخ زملائك الاقدم منك واساتذتك لما تكون طالع تقول قبليهم او بعديهم؟ طبعا بيحسدوني طبعا، بس اللي هو ايه يعني، بس محدش يقول مين الولد الصغير ده. طبعا بس يعني في مشايخ بتبقى كويسه بتشجعني، وفي طبعا مشايخ بتبقى طبعا النفوس بتبقاش كويسه طبعا. فعلا طبعا بتحس بده وده طبعا يتقال لك فعلا. طبعا وبالعين كمان بتبان يعني، يبان بالنظرات والبصات. الموضوع موجود في كل المجال يعني، خصوصا كمان في المجال القرآن والإنشاد طبعا بيبقى في يعني في غيرة كويسة، نقدر بعض زملائي نشجع بعض. الله ينور عليك، انت عملت كده ليه؟ طب ايه الخطوات؟ طب وصلت ازاي للتلفزيون؟ طب شجعني طبعا، بنساعده طبعا. وفي ناس تانية بيستقلوا الموضوع، انت ازاي وصلت ازاي هنا؟ فطبعا على نيتكم ترزقون يعني دي اللي انا وبيحصل ده. لكن اعظمهم اللي قريبين في السن منك بتقفوا جنب بعض. بنقف جنب بعض. لكن الكبار هم اللي ممكن طبعا الكبار طبعا بعضهم طبعا مش كله. بعضهم طبعا مش كله بيبقى ساعات بيبقى شيخك او اكبر منك بكتير، اما انت بتبقى نيتك صافيه ربنا بيرزقك وبيكبر بخاطرك، يعني بيخليك تطلع في المحافل دي. المنشد الجميل احمد عبد الرحيم، انا سعدت جدا بيك. انا اسعد وربنا يوفقك يا رب، وانت قيمه جميله محترمه. الله يحفظك يا رب. يعني ارجوك استمر ولكش دعوه ولو كره الكارهون. ربنا يحفظك يا استاذ، انا سعيد والله ان انا مع حضرتك، واحب اشكر مع والدي ووالدتي طبعا وزوجتي طبعا واولادي، لان برضه لهم دور معايا. لا احنا نضم صوتنا لصوتك ونشكرهم كلهم والله. ربنا يحفظك، ربنا يبارك لهم ويبارك لهم فيك يا رب ويبارك لك ليهم. ربنا يحفظك يا استاذ. تحياتي يا احمد، الف شكر على تشريفك. ربنا يحفظك، شكرا لحضرتك، انا سعيد بحضرتك. مشاهدينا، قيمه جميله محترمه كانت معانا النهارده، بنشكركم على حسن المتابعه، ارجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم، كان معكم احمد عبد العظيم.